السلام عليكم يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. بحاول ما اخرش عليكم يا جماعه في الفيديوهات، لان لما باخر عليكم شويه خلاص كده ما بلاقيش حد بيتابعني والدنيا بتبوظ جدا. في حاجات احنا بنعملها وبيتهيأ لنا ان احنا كده بنعمل سكين كير وبنحافظ على بشرتنا، عايزين نضاره، لكن بنفاجئ بنتيجه عكسيه والدنيا بتبوظ مننا اكتر ومش عارفين ايه السبب. فانا جايه في الفيديو ده هقول لكم على بعض الاخطاء كده اللي انا اكتشفتها مع تجربتي وبسمعها من تجارب الناس التانية. لو لسه مشتركتيش في القناه يا ريت تشتركي في القناه، فعلي الجرس، اختاري اول علشان يجيلك نوتيفيكيشن اول ما انزل فيديو جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو. من الاخطاء اللي احنا بنقع فيها وفاكرين ان احنا كده بنحافظ على بشرتنا، ان احنا نغسل وشنا كذا مره في اليوم، اكتر من مرتين نغسل وشنا بالغسول. يعني نستخدم الغسول بتاعنا مثلا 3 4 5 مرات في اليوم، خاصه في الصيف. ده طبعا غلط جدا على البشره، بينشفها جدا. انت كده بتشيلي كل الزيوت الدهون المفيده لبشرتك. حتى لو الغسول ده اللي انت جايباه مناسب لبشرتك يعني ولطيف او مش بينشف البشره، هتلاقي برضو بشرتك نشفت علشان انت بتستخدمي كيميكالز كتير طول الوقت على بشرتك، وبتستخدمي ميه كتير وصابون كتير، فده اكيد هينشف معاكي بشرتك وهيأذيها. وده هيودينا طبعا على الغلطه التانية اللي هو ان انت تستخدمي اصلا غسول مش مناسب لبشرتك. يا جماعه السوشيال ميديا بتاثر علينا جدا في ايه اللي نشتريه وايه اللي ما نشتريهوش لبشرتنا، فخلي بالك من الحته دي. انت لازم تعرفي نوع بشرتك بالظبط، وخلي بالك ان نوع البشره ما بيبقاش ثابت حسب الفصل اللي انت فيه. يعني فصل الصيف غير فصل الشتاء. يعني انا مثلا بشرتي في الشتاء بتبقى جافه جدا، بتبقى مختلطه ومايله للجفاف، لكن في الصيف لا، بتبقى دهنيه اكتر، بتفرز دهون اكتر، وهتلاقي معظم الناس تقريبا كده. فلازم تعرفي انت نوع بشرتك ايه علشان تقدري تحددي الغسول المناسب ليها، وما تجيبيش حاجه مش مناسبه، ما يبقاش انتي بشرتك دهنيه وتجيبي حاجه للبشره الجافه، حاجه بتزود ان انتي بشرتك تفرز دهون اكتر. فخلي بالك من النقطه دي. كمان من الغلطات اللي بنقع فيها ان احنا نستخدم مقشرات البشره اللي هي مثلا جلايكوليك اسيد، الساليسيليك اسيد، حتى البي اتش اي والاي اتش اي. هي مقشرات خفيفه بس ما ينفعش ان انتي تستخدميها كل يوم على البشره. حتى الغسول اللي فيه ساليسيليك اسيد ما ينفعش تستخدميه كل يوم على البشره، بشرتك هتنشف جدا، هيبان عليها التعب والتقشير. والمقشرات اللي هي قويه شويه زي الجلايكوليك اسيد مثلا ما ينفعش ان انت تستخدميها برضو كل يوم، دي حاجه تستخدميها على فترات بعيده علشان ده بيدمر حاجز البشره. هو والاكريتين مثلا، الاكريتين يا جماعه من البرودكتس الخطيره جدا اللي ما ينفعش تستخدميها عمال على بطال وتستخدميها كل يوم او حتى يعني بصفة مستمرة. ده حاجة بتستخدميها على فترات بعيدة مش كل يوم، علشان دي من الحاجات القوية جدا على البشرة وممكن تدمر لك حاجز البشرة، تخلي بشرتك حساسة جدا. لما تخرجي في الشمس بشرتك تبقع وتعمل غمقان فيها شديد. فخلي بالك يعني في استخدام المواد دي. الغلطات اللي في ناس كتير بتقع فيها وبتفتكر ان هي كده بتعالج بشرتها هو التقشير الكيميائي، الكيميكال بيلينج، او حتى الجرين بيلينج، اي حاجه يعني اي مسميات للبيلينج في العيادات. ده يا جماعه بجد ضرره اكتر من نفعه ان كان بينفع اصلا. يعني ما انا معرفش ليه هو يعني بيتعمل اصلا، ومعرفش ليه الدكاتره او العيادات لما بتروحي بيرشحولك الحكايه دي. بس بجد انا جربتها تجربه شخصيه وسمعت ناس كتير ناس عندها ضمير بيقولوا فعلا نفس الكلام اللي حصل معايا. بيشلك طبقه من الجلد بس بيعمل في وشك بقع. وده حصل معايا، انا حصل معايا ان بعد ما عملت التقشير ده بعد اول جلسه ماشي بتحسي ان الجلد بقى انعم، بس في بقعه ظهرت في وشي، والبقعه دي فعلا ما بتختفيش. يعني انا بعالجها بكل الوسائل ما بتروحش. فخلي بالك ملوش لازمه ابدا ان انت تعملي التقشير الكيميائي او اي تقشير، او اي حد يقولك او دكتور يقولك نعمل تقشير للبشره. يا ريت ما تعمليش كده بليز علشان تحافظي على بشرتك.
وطبعا من الغلطات الشنيعة واللي احنا يعني هقول كلام مكرر ومعيد، بس هو مهم جدا يا جماعة ان انت تنزلي وتتعرضي للشمس من غير ما تكوني حاطة صن بلوك. بجد ده اكتر اذى بتأذيه لبشرتك، ان انت ما تحطيش صن بلوك كفاية بكمية كافية على بشرتك. ان انت تستخدمي صن بلوك مش مناسب لبشرتك برضو نفس الحكاية، حاجة مؤذية ومضرة. انا عارفة ان هو في انواع كتير في السوق واحنا بنحتار ومنبقاش عارفين نستخدم ايه وما نستخدمش ايه، بس طبعا انتوا بتتابعوا ناس زيي وناس طبعا احسن مني وخبر عني في الحاجات دي، يعني تتابعوا الناس اللي بشرتهم زي بشرتكم. يا جماعة بشوف ناس على اليوتيوب او على السوشيال ميديا بتطلع تقولك البرودكت ده فظيع وما حصلش. طيب انتي لما تقولي فظيع وما حصلش لازم تقولي نوع بشرتك ايه، يعني لازم تحددي نوع بشرتك، علشان انا ما ينفعش ان انا امشي ورا حد بيقول على البرودكت ده فظيع وانا بشرتي غير بشرته. فهو حلو قوي معاه لكن ممكن يأذي بشرتي جدا. وبالمناسبة في كومنت كده برضو كان حد كاتبهولي، يعني انا قلت على حاجة برودكت كده ان هو مش مناسب لبشرتي يا جماعة، وان هو ما طلعش حلو معايا. فحد معلق لا ازاي ده حلو جدا وانتي بتقولي كده عشان تتشهري. طبعا يا جماعه يعني الكلام ده ضحكني بصراحه، يعني انا اكيد مش بقول كده عشان اتشهر ولا اي حاجه، الموضوع ملوش اي علاقه بالشهره. انا بقول تجربتي الشخصيه، انا المنتج ده حلو معايا انا، وحش معايا انا، وانا بقول لكم نوع بشرتي ايه علشان انتي لو بشرتك زيي يبقى البرودكت ده هيبقى مش مناسب ليكي زي ما هو مش مناسب ليا. بس كده، مفيش داعي نقعد ناس تقعد تهاجم لمجرد الهجوم او عايزه تكتب اي كومنت سلبي. يعني لا خلاص، هو حلو معاكي عشان انتي بشرتك مختلفه عن بشرتي، وده طبيعي جدا، وده حاجه يعني ما فيهاش حد احسن من حد. يعني دي طبيعي ان احنا نبقى مختلفين عن بعض، وكل واحد ليه طبيعه بشره مختلفه. من الغلطات اللي كمان ممكن تبوظ بشرتك جدا ان انت تستخدمي اللي هو الفيزيكال سكراب، ان انت تستخدمي حاجه فيها حبيبات علشان تشيلي بيها جلد ميت او كلام ده على البشره بتاعتنا رقيقه جدا يا جماعه، والموضوع ده سيء جدا جدا، يعني بيدمر البشره. انت بتعملي احتكاك للبشره فبتعملي لها تهيج والتهابات ملهاش اي لازمه. احنا بنستخدم زي ما قلت لكم مقشرات خفيفه زي ال AHA وال BHA، دي من الحاجات الخفيفه واللي بنستخدمها مره في الاسبوع ولا حاجه، علشان هي دي اللي بتقشر معايا البشره. لكن بلاش الحاجات التقيله اللي زي كده. في كمان اللاكتيك اسيد يا جماعه، وده موجود في الزبادي على فكره. يعني اللاكتيك اسيد من المقشرات الخفيفه جدا، وموجود معاكي في مكونات طبيعيه زي الزبادي. انت لو عملتي ماسك زبادي كل اسبوع هيبقى تحفه، وهتحسي ان بشرتك فعلا فرقت جدا في موضوع الغمقان، وهتلاقيها فتحت جدا. كمان من الغلطات ان انتي تبدأي تستخدمي سيرمز زي الفيتامين سي مثلا بتركيز عالي. يعني بشرتك مثلا حساسة او بشرتك مش متعودة على السيرم ده، فطبيعي ان انتي يحصل لك تهيج للبشرة وممكن بشرتك فعلا تتأذي منه. فالفيتامين سي ده من الحاجات برضو اللي بنستخدمها بتركيز مش عالي قوي، يعني بتبدأي بتركيز مثلا 5% أو 10%، وبعد كده بتبتدي تشوفي بشرتك مع التركيزات العالية. يعني تستخدمي الأول تركيزات قليلة فترة، وبعد كده تبتدي تستخدمي تركيز عالي. ولما تستخدمي تركيز عالي مثلا زي 20% مثلا فيتامين سي أو أكتر، لازم تستخدميه على مكان مثلا اللي هو تحت الودن او في الرقبه، علشان تجربي الحساسيه بتاعته ايه بالنسبه لك قبل ما تحطيه على بشرتك. نفس الكلام بالنسبه للريتينول. الريتينول برضو من المواد القويه، لازم تبدايها بالتدريج جدا على بشرتك. ما ينفعش ان انت مش بتستخدمي ريتينول خالص وفجاه مثلا تستخدمي ريتينول تركيز 1% او 2%، لا لازم تبداي بتركيز قليل قوي اللي هو نص في المية مثلا او اقل او ربع في المية، وتبتدي تستخدميه بالتدريج زي الاكريتين كده. لو شوفوا الفيديو بتاع الاكريتين نفس الكلام، بتبتدي الحاجة دايما بالتدريج، مرة في الاسبوع، بعد كده مرتين في الاسبوع، كده 3 مرات، وهكذا لغاية ما بشرتك بتتعود على الحاجة، وبعد كده تستخدمي التركيزات العالية.
كمان من الحاجات اللي ممكن تكوني بتعمليها غلط ان انتي تبدلي او تجربي منتجات كتير في نفس الوقت. لا، ما ينفعش نجرب منتجات كتير فجأة مع بعض. لو عايزة تجربي برودكت جديد تجربيه لمدة 3 أسابيع على الأقل. ما ينفعش كل أسبوع أجرب برودكت جديد على بشرتي، انت كده برضو بتدمري بشرتك، فخلي بالك من النقطة دي. من الغلطات اللي ممكن برضو بتكون تحصل معاكي ان انتي تستخدمي المقشرات ومعاها ريتينول او معاها اكريتين، ودي كارثة سودة. انتي بتستخدمي حاجات قوية جدا على بشرتك مع بعض، انتي كده فعلا بتدمري حاجز البشرة وبتخليها حساسة جدا، وبتحسي طول الوقت بإريتيشن وانها ملتهبة. يا جماعة بلاش ان احنا نستخدم حاجات فيها ingredients او مكونات ليها تأثير قوي على البشرة كتقشير مثلا، الحاجات اللي هي بتاعت التفتيح، الحاجات اللي هي عائلة الريتينول والاكريتين والكلام ده. الحاجات دي مينفعش نستخدمها مع بعض. يا اما هتستخدمي مقشر مرة في الاسبوع وبعد كده تبتدي تستخدمي مثلا الاكريتين او الريتينول الاسبوع اللي بعده. المهم ان انت مثلا لو هتستخدمي مقشر يبقى تستخدميه مرة مثلا كل اسبوعين، او هتستخدميه مرتين كل اسبوعين وبعد كده ترجعي تاني تستخدمي الريتينول. فما ينفعش ان انتي تستخدمي الريتينول مع المقشرات الكيميائية، بشرتك هتتبهدل جدا صدقيني. فحاولي ان انتي تاخدي بالك من اللي انت بتحطيه على بشرتك، وكل ما يكون الروتين بتاع بشرتك بسيط ما فيهوش حاجات كتيره، لان لما بتحطي برودكتس كتيره فعلا البشره بتجهد وبتتعب يعني. فخلي بالك من الحكايه دي. حاولي يكون الروتين بتاعك طبعا اساسي غسول ومرطب وصن بلوك، ال3 دول هما الاساسي معانا طول الوقت. عايزه تزودي حاجه تاني يبقى تزودي حاجة واحدة تاني، ما تحطيش بقى كل الحاجات اللي هي ممكن يعني مثلا الفيتامين سي والنياسيناميد والريتينول كل دي يعني حاجات بتجهد البشرة وبتحسي فجأة ان بشرتك مش مرتاحة وكله ضرب في بعضه. فانتي حاولي ان انتي تستخدمي تبدلي يوم ويوم، يعني يوم فيتامين سي يوم نياسيناميد، ما تخليش كل الحاجات مع بعض، فده هيبقى احسن واريح لبشرتك. واخر حاجه عشان مش عايزه اطول عليكم الفيديو اكتر من كده، من الغلطات اللي انا بسمعها برضو يا جماعه موضوع السيكا كريم، علشان واخد هايب، وطبعا لما بيطلع حاجه كده ترندي لازم كل الناس تستخدمه وتجربه وهكذا. اوكي، السيكا كريم ده من زمان جدا يعني بقاله 20 سنة موجود، هو لسه يعني طالع موضة السنة دي وبقت يعني كل الشركات المصرية بتعمله. بس يا جماعة هو ليه استخدام معين، ليه استخدام محدد، مش حاجة نستخدمها كل يوم. السيكا كريم بس في حالة ان بشرتك ملتهبة متهيجة من البرودكت ده، بس الحالة الوحيدة اللي احنا بنستخدم فيها السيكا كريم. دي حاجة مهدئة ومرممة لحاجز البشرة. لو انت بشرتك كويسة وما فيهاش اي التهابات وما فيهاش اي تهيجات وحاجز البشرة عندك كويس، ليه تستخدميه؟ مفيش داعي لاستخدامه ابدا ابدا ابدا. انا ممكن استخدمه بعد اسبوع مثلا من الروتين العادي بتاعي. في يوم كده باجي بعد الاسبوع ده مثلا على يوم في اخر الاسبوع ده بحط سيكا كريم بس على بشرتي قبل ما انام، ما بحطش اي سيرمز وما بحطش اي حاجه تاني، بس بغسل وشي وبحط السيكا كريم على اساس ان انا بريح بشرتي وبفصلها. كمان السيكا كريم مش مناسب للبشرات الدهنيه لان هو تقيل على البشره وبيطلع حبوب، فبرضو لو انت بشرتك دهنيه ما ينفعش تستخدمي السيكا كريم، يا اما هتستخدميه كعلاج بس في الحاله ان انت بشرتك فعلا ملتهبه جدا متهيجه. بس كده حلوين نكون وصلنا لنهايه الفيديو. رغيت معاكم كتير في الفيديو ده، اكتبوا لي تحت في الكومنتس ايه الغلطات اللي غلطتوها مع بشرتكم، عالجتوها او عرفتوا ايه السبب. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير مع اصحابكم، وتابعوني على السوشيال ميديا، هسيب لكم اللينكات تحت في الديسكريبشن بوكس، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.